أهلا وسهلا فيكم بأوفسايد يا ريس مرة جديدة. اليوم موضوعنا رح يكون كله عن آخر مستجدات بنهائي كأس العالم 2026. خليكم معنا لنشوف شو عم بصير، شو رح يصير، وشو المفاجآت يلي ما كنا متوقعينها وصارت بهيدا المونديال. وما بدنا ننسى بنهاية هيدي الحلقة في عنا announcement كتير مهمة عن اوفسايد يا ريس كومبيتيشن. خليكم معنا وتابعوا الحلقة على الآخر لتعرفوا آخر مستجدات عن اوفسايد يا ريس كومبيتيشن. أنا توني هون اوفسايد يا ريس، وخلينا نبلش بأول تشابتر اللي هو شو عم بصير بمونديال 2026. اخر المباريات اللي عنا اياها اللي هي بتبلش اليوم على الساعة 12 بتوقيت لبنان هن مباريات مفصلية لعدد كبير من الفرق بمجموعاتهم. اهمهم واولهم انجلند مع بنما. انجلند مزبوط نسبيا معقول يكون تأهل، بس بعده منه هالفريق المقنع اللي انا وكتير غيري ناطرين يشوف المنتخب الانجليزي مع الاسماء الكبار اللي معه عم بيقدموا اداء مثل ما نحنا متوقعينه. انجلند بنما على الورق منقول انجلند رح تربح، بس ما فينا نعرف شي بعالم كرة القدم، لانه كل يوم او كل مرة بيصير في شي مفاجأة ما حدا متوقع. وتزامنا مع مباراة انجلند وبنما في عنا بنفس الوقت واللي هي بنفس المجموعة كرواتيا وغانا. ومثل ما مبين معنا بالتيبل او بالجروب اللي هو اخر جروب، غانا وكرواتيا اثنيناتهم عندهم تشانس يتأهلوا حسب مين بيربح، وحسب كمان اذا تعادلوا كيف بيساقبوا النقاط تبعولهم مع الثالثين من كل المجموعات الباقيين، ولنشوف مين رح يضل مؤهل ومين رح يبطل مؤهل. واكيد رح نشوف مين الثالثين لهلا وشو وضعهم بدور المجموعات، وهل رح يتأهلوا للدور 32 او رح يخرجوا مبكرا من دور المجموعات بنهائي كأس العالم 2026. جروب ال اللي فيه انجلند غانا كرواتيا وبنما، اذا بنطلع انجلند مع 4 نقاط، غانا مع 4 نقاط، كرواتيا مع 3 وبنما 0. نسبيا ومنطقيا بنما خارج مونديال 2026، بس برجع بقول ما حدا بيعرف شو معقول تعمل بنما بوجه انجلند، ويمكن تلخبط كل الوراق، ويمكن تخرج انجلند او تطلع ثالثه ومصيرها بدور 32 ما حدا بيعرفه. بننتقل للجروب كي او جروب اللي هو فيه كولومبيا برتغال كونغو واوزبكستان، اللي هو كمان البرتغال عندها مهمة صعبة وصعبة كتير ضد كولومبيا. لنشوف رونالدو إذا بهاي المباراة كمان رح يثبت حاله مثل ما أثبت حاله ضد أوزبكستان ويحمل فريقه إلى التأهل للدور 32. أول مرة بنقول إحنا الدور 32 بمونديال، عادة كنا ننتقل دغري من دور المجموعات لدور 16 للربع نهائي نصف نهائي والنهائي. استثنائيا هيدا المونديال في عنا الدور 32 و16 8 نصف نهائي وفينال. فإذا بنطلع على التيبل أو على الجروب كي اللي هو فيه كولومبيا برتغال مثل ما قلنا كونغو وأوزبكستان، كونغو عندها إذا بتربح على أوزبكستان عندها تشانس إنه معقول كتير تتأهل للدور 32 مثل ما هي هلأ مع نقطة واحدة. أكيد لا، بس كمان البرتغال بالمبدأ حتى لو طلعت ثالثة بالمبدأ لازم يكون عندها تشانس انه تتأهل للدور 32، بس بيتلخبط وراء كمان ضد مين رح تواجه. انا بعتقد كولومبيا برتغال اليوم ماتش صعب منه هين على رفاق رونالدو. لنشوف شو رح يقدموا مستوى، اذا رح يقدروا ينافسوا بنفس الطريقة ضد اوزبكستان، مع انه اذا بنقارن كولومبيا واوزبكستان رح نلاقي فرق شاسع كبير. تنشوف هيدي الجيم على الساعة إذا مش غلطان على 2:30 بتوقيت لبنان. برتغال وكولومبيا مع وأوزبكستان وكونغو بنفس الوقت على الساعة 2:30. وسبق
قلنا عن مباراة انجلند وبنما وغانا وكرواتيا على الساعة 12 بتوقيت لبنان. واخر اخر جروب هو منه الاخراني بس رح نحكي عنه هو كاخر جروب اللي هو جروب جاي اللي فيه ارجنتين بطلة كأس العالم 2022 بفوزان واستقبال 0 اهداف وتسجيل عم نحكي عن 5 اهداف مع 6 نقط بنفس المجموعة في النمسا الجزائر والأردن. أرجنتين أكيد مثل ما بنتوقع دايما وعطول بنتوقعها نلاقيها بالأدوار المتقدمة. لنشوف مين رح يستفيد أكتر بين أستريا أو النمسا وألجيريا. اثنيناتهم عندهم شانس يتأهلوا إذا تعادلوا، وإذا ربح واحد منهم هذا الشيء بيأثر كمان على الدور 32 بيتغيروا بين تاني وتالت، ومنشوف معقول التالت يكون عنده فرصة قليلة يتأهل على الدور 32. الأردن لسوء الحظ بالمبدأ ضد الأرجنتين على الورق مثل ما برجع بقول عطول على الورق أرجنتين أفضل، بس ما منعرف الأردن شو محضرنا. معقول كتير يربح مثل ما عملت السعودية بمونديال 2022. فبنترقب الماتش اللي رح يكون بتوقيت لبنان على الساعة 5 الصبح، أرجنتين الأردن والنمسا والجزائر. بعتقد من أحلى الجيمز رح يكونوا بورتوغال وكولومبيا والنمسا والجزائر، لأنه هول المباريات مفصلية. بورتوغال لازم تربح، وكرواتيا وغانا أيضا لازم يربح، وبالنسبة لي الكل لازم يربح، بس المباريات رح يكون فيها حماس وشغف أكتر. بعتقد هيدول اللي أنا قلت عنهم. المونديال إجمالا لهلا عم بيكون جيد لجيد جدا، بعد فيه تحسينات بمحلات معينة. عم في قصص عم نشوفها عم بتفاجئنا من ميلة كرة القدم. فرق ما كنا متوقعينها تأهلت، وفرق كنا متوقعينها تتأهل لسوء الحظ ما تخطت دور المجموعات، وهلا رح نحكي عنها بخلال التشابترز اللي رح نوصلهم بأوفسايد يا رئيس. أما نسبة للمباريات اللي قطعت عم نحكي إكوادور ألمانيا، كوراساو كوت ديفوار، تونس وهولندا، يابان السويد، باراغواي أستراليا، تركيا أمريكا، فرنسا نوروي امبارح، سنغال العراق، أوروغواي وسبين، كاب فيردي والسعودية، بلجيكا ونيوزيلندا، ومصر وإيران. أنا بالنسبة لإلي ألمانيا ضامنة كانت تأهلها، مش رح أقول أكيد مش بيعين الماتش لا، بس بآخر آخر فترة من الجيم أو من المباراة بتحس الألمان خلص إنه ضمنوا تأهلهم، عم بيلعبوا على رواق، ما بدهم حدا ينصاب. المدرب ما عمل تغييرات، بس مش تغييرات اللي بتقلك انه انا فايت اربح الجيم. انا بالنسبة لي لهلا المنتخب الالماني مقنع لحد ما، تغييرات شوي لازم يزبطها. انا بعتقد اونداف عم بيقدم اداء رائع، حتى بس فات بمباراة الاكوادور قدم اداء نسبة ما مقنع. برجع بقلكن صوب اخر المباراة خف شوي ريتم الالمان، ضامنين تأهلهم مثل ما قلت، وبعتقد عم بيجربوا يتفادوا الاصابات للدور 32. كوت ديفوار كوراساو متوقع جدا انه كوت ديفوار تربح. نذرلاندز او هولندا وتونس 3-1 بعتقد مستحقة للهولنديين. يابان عم بيقدم مستوى حلو، عنده مواجهة صعبة وحلوة بنفس الوقت مع البرازيل بدور 32. تركيا فاجأتنا وربحت على أمريكا، بعتقد صعب يتأهلوا تركيا، بس ما حدا بيعرف شو معقول يصير. باراغواي أستراليا 0-0. سنغال عراق، سنغال قدمت إداء حلو وضمنت تأهلها بالمركز الثالث. فرنسا والنرويج امبارح كان ماتش مذهل. ديمبلي مثل العادة لاعب استثنائي، وبيبرهن لنا ليش ربح البالون دور
السنة اللي فاتت. لسوء الحظ جدا أنا كنت كتير حابب شوف أوروغواي بالدور 32، بس لسوء الحظ خسرت ضد إسبانيا امبارح وما تأهلت للدور 32. كاب فيردي المفاجأة الكبرى لمونديال 2026، 3 مباريات 3 تعادلات وضمنت تقريبا تأهلها للدور 32. ننتقل لمصر وإيران. الدقائق الأخيرة من المباراة اللي فصلت إيران عن تأهلها واللي طلع الجول أو الهدف أوفسايد، بقى هارد لك لإيران. بعتقد كمان يمكن عندها فرصة تتأهل. هلا بنشوف التيبل أو بنشوف الجدول وبنشوف شو صاير مع بلجيكا نيوزيلندا 5-1. وهيدول بالنسبة لمباريات الفترة اللي قطعت. لنشوف اليوم شو راح يصير، أو إذا بدنا نحكي مزبوط بكرة على توقيت لبنان، ونشوف نهاية هيدا الجدول شو راح يصير، مين راح يلعب ضد مين، مين الثالث الأفضل 3، ومين راح يتواجه مع مين. خليكم معنا لتشابتر 2 ونكفي بمستجدات كاس العالم 2026. القسم الثاني او تشابتر 2 واللي هو الجدول تبع ثالث اقوى فريق بكل مجموعة. رح نشوف هلا لمحة سريعة مين افضل 8 فرق بالمجموعات اللي هن مساقبين ثالث بكل مجموعة. عنا السويد، عنا اكوادور، عنا بوسنيا، عنا باراغواي، وعنا السنغال، ايران، كرواتيا، وكوريا الجنوبية. بيجي من بعدهم عنا 9 10 11 12 الجزائر، اسكتلند، وكونغو. لنشوف شو راح يصير، لأنه إذا بنجي بنطلع تقريبا 3/4 معهم بين 4 و3 نقط، ما في غير أوروغواي وكونغو معهم نقطة بنقطة. كونغو عندها جيم اليوم يمكن تربح. بهالحالة إذا ربحت السنغال معه تطلع برا. لنشوف المجموعة الثالثة أو الجروب اللي طالع منه الفريق رقم الثالث بالترتيب. في كتير أوقات رح تتلخبط. أنا بعتقد اليوم ما رح نشوف نفس الشيء. بعتقد كل اللي معهم 4 رح يتأهلوا. إيران ناطرة شو رح يصير اليوم. كرواتيا ناطرين شو رح تعمل اليوم. الجزائر كمان. اسكتلند بعتقد ناطرة شو رح يصير اليوم. وكونغو كمان ناطرين شو معقول تعمل، لأنه إذا ربحت بتتأهل للدور، عندها تشانس تتأهل للدور 32. هيدي بالنسبة للدور 32 ومين رح يتواجه مع مين. خلينا نشوف لمحة سريعة لنشوف بالنوك اوت ستيج او بالدور 32 مين رح يلعب ضد مين. عنا مباراة بكرة على الساعة 10 بتوقيت لبنان. جنوب افريقيا مع كندا، هولندا مع مغرب نهار الثلاثاء الساعة 4 الصبح توقيت لبنان. ألمانيا باراغواي على 11 ونص نهار التنين. فرنسا السويد على الساعة 12 نهار الأربعاء. بلجيكا بعد ما انه محدد ضد مين. أمريكا وبوسنيا خميس الساعة 3. إسبانيا بعد مش معروف ضد مين على الساعة 10 نهار الخميس كمان. نهار الجمعة في عنا جيم بعدها منا محددة لهلأ. في عنا برازيل يابان نهار التنين على الساعة 8، وأنا بعتقد هيدي رح تكون من أحلى المباريات. ساحل العاج ضد النروج على الساعة 8 نهار الثلاثاء. أربعة عنا مكسيك كمان ما بنعرف ضد مين على الساعة 4، ومباريات كمان بعد ما محددة على الساعة 7 نهار الأربعاء. سويسرا مش معروف ضد مين رح تلعب. عنا أستراليا ومصر الجمعة الساعة 9. وأرجنتين بعتقد جيم رح تكون هين الساعة 1 السبت 4 تموز. فلنشوف اليوم شو رح يصير، شو رح يتغير، شو رح يتلخبط، مين رح يطلع ثالث، مين ما رح يطلع ثالث، ومين رح يغير وراء دور 32. رح انتقل لشغلة صغيرة حدا حكاني عنها بما انه حكينا عن ارجنتين بالاخر. نسبة للارجنتين والحكي اللي عم بيحوم حواليها، وان هي الطفل المدلل للفيفا. اذا بنجي بنحكي وبنطلع وبنقول وبنشوف
الحقائق اللي موجودة قدامنا رح نيجي نقول مزبوط هذا الشيء. إذا بنيجي نطلع بآخر فترة اللي كانت عم تلعب فيها الأرجنتين، في مواضيع وقصص كانت عم بتصير فيها علامة استفهام. برجع بقول وبرجع بكرر، ما بدي يفكر مشجع الأرجنتيني إنه أنا بكره فريقه أو ما بحبه أو بكره ميسي، أو بغض النظر إذا بكرهه أو لا، هذا رأيي وهذا شيء أنا خاص بحسه يمكن. بس في علامة استفهام حول معاملة الفيفا لمنتخب الأرجنتين. ليه؟ أنا عندي رأي خاص بالنسبة لإلي، بس لسوء الحظ ما فينا نحكيه علنا. وهو ذاته هيدا الشيء يلي ليش رونالدو عم بيتهاجم بالصحف العالمية على السوشيال ميديا. ليه عطول منشوف هيدا الايمج البشعة عن رونالدو؟ انه ليه انا بدي اشوف عطول رونالدو انه اذا خسرت البرتغال بلاقي وجه رونالدو او صورة رونالدو على غلافات المجلات او على البوست على انستغرام، على المنشورات على انستغرام، على فيسبوك، على تويتر، على ثريدز، على وين ما كان. بس تشوف انه البرتغال سقطت حق رونالدو، وبس شوف انه البرتغال نجحت بفرجوني صورة الفريق كله، اللي هو شيء طبيعي، هيدا ما راح نختلف عليه. بس وقت نجي نشوف انه ارجنتين تعادلت او سقطت او خسرت، ما بنلاقي وجه ميسي موجود ابدا على غلافات المجلات. او اذا شفناها بنشوفها بطريقة انه هن عم شو بيقولوا يتضامنوا مع ميسي انه هو خسر، مع انه الفريق منه لميسي. بفهم قد ايه الارجنتين بتحب ميسي، وحتى اللعيبة اللي حوالين ميسي قد ايه بيجربوا يحموه، هذا كمان شيء طبيعي. بس وقتها تخسر الارجنتين او بقى تربح عفوا الارجنتين، ما منلاقي غير انه صورة ميسي، انه ميسي قادر قدر يقود ارجنتين للفوز ب حيلا مباراة. شي بيزعل. نحن كلنا بنعرف ليش رونالدو بيتهاجم اعلاميا، ويلي مش عارف يفوت ينبش ليه. وبالنسبة لأرجنتين انه عم تتلقى تدليل او معاملة خاصة من الفيفا، كمان فيها وجهة نظر. واللي كمان حابب يعرف يتواصل معي لأعطيه اللينك المضبوط لهذا الموضوع. لسوء الحظ ما فيني احكي علنا او على البودكاست ليه، ورح تعرفوا ليش بعدين. بس غريب هيدا التعامل مع هذا الموضوع. ليش فرق بتتلقى معاملة خاصة وفرق لا؟ لعيبة ايه لعيبة لا؟ نحن هيدي لعبة الفوتبول هي للكل. الكل بيستحق يربح، والكل بيستحق يكون متواجد بنهائي كأس العالم، بنهائي كأس آسيا، بحيالله بطولة عالمية لكرة القدم. غريب ليش بصير هيك أوقات. المصاري بتلعب دور، السياسة بتلعب دور، أفعال للعيبة وين بيزوروا وين بيروحوا وين بيجوا كمان لها تأثير كتير كبير على شو بيقولوا المستقبل تبع هذا الفريق او حتى المنتخب. لسوء الحظ 2026 عم نشوف هذا الشيء، وهلا عم نشوفه اكتر لان صار في سوشيال ميديا. كل العالم عندها وصول انه تشوف بطريقة هينة وسريعة جدا على تليفوناتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه هيدا عمل هيك وهيدا صار هيك وهيدا حكي هيك. وبتتمحور بيتمحور الموضوع بطريقة مثل ما هي بدها السوشيال ميديا. وشفنا كتير كتير كمان، وحكيت عنه الجمعة الماضية، طريقة تعامل زلاتان إبراهيموفيتش وتيري أنري مع موضوع رونالدو. بقولوا علنا اتنيناتهم انجلدوا من رونالدو، اتنيناتهم اتبهدلوا من رونالدو. وفوق هيدول كلهم، مع اني انا شخص بحب منتخب الانجليزي، بس بتفاجأ كتير من جيمي كاراجر طريقة حكيه عن رونالدو. كمان برجع بقول ايه بدافع عن رونالدو وايه بحامي عن رونالدو، مع اني مني محامي الشخصي تبعه ولا الي اي صلة بهذا الموضوع، ولا عم بيدفع لي. يا ريت عم بيدفع لي.
بس تشوف ظلم بمحل معين، نحن بنحكي ومنضوع على هول القصص، وقت ينظلم ميسي رح نعمل نفس الشيء. وهيدا عم نحكي من موضوع السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام والى اخره. بس اذا بدنا نحكي على ارض الواقع والفوتبول، لاعبين استثنائية، خلينا ننبسط فيهم اثنيناتهم قبل ما يعتزلوا قريبا. مننتقل لموضوع الثالث او تشابتر 3 اللي هو مصير المنتخبات العربية وشو عم بيصير فيها بمونديال 2026. إذا بدنا نيجي نحكي كأرقام، هيدي أول مرة رقم قياسي بيتأهل 8 منتخبات عربية، ومنتمنى بيوم من الأيام نلاقي لبنان بهذا الاسم أو بهيدي الليستا. عنا جزائر، مصر، عراق، السعودية، تونس، قطر، مغرب والأردن. لسوء الحظ متأهل منهم مصر والمغرب لهلأ. لنشوف شو رح يصير مع الجزائر. الأردن صعب كتير تتأهل، عراق كمان، قطر، السعودية، تونس نفس الشيء. أملنا بمصر والمغرب. لنشوف شو رح يعملوا الفرق الباقيين إذا عندهم هالفرصة الصغيرة ليتأهلوا. المغرب كانت محلقة، كان أصلا المغرب كلنا بنعرف هالتطور الكبير اللي عملته بفريقها. مصر كمان نفس الشيء، اليوم على آخر دقايق كانت تلخبطت شوي وراءهم مع إيران. جزائر لنشوف شو رح تعمل. أردن مثل ما قلنا، السعودية، عراق، قطر رح يخرجوا من دور المجموعات. لسوء الحظ لنشوف بعد 4 سنين 2030 إذا رح يكون كمان لهم وجود. وكمان برجع بقول لبنان قادر وبيتمكن انه يكون موجود بمونديال 2030، على شرط نشتغل على فريقنا مثل ما لازم، نجيب اللعيبة اللي بتستحق واللي بيحق لها تكون موجودة بهالمنتخب الرائع. شفنا كتير قبل وكان عنا امال كتير كبيرة بكذا مونديال قبل انه نكون موجودين، لسوء الحظ ما قدرنا. المشكلة اللي عنا اياها مع بلبنان، ورح فوت بهذا الموضوع لوقت صغير بس رح احكي فيه لانه عن جد شي بيزعل. المشكلة اللي عنا اياها بمنتخب لبنان، انه قلتها يمكن قبل بمرة، انه هذا اللاعب بيجي لان بيعرف هذا الشخص ان كان سياسيا او رياضيا او شخص عنده نفوذ كبيرة بالبلد. ما عمل في اكيد لعيبة بيستحقوا يكونوا بالمنتخب، بس ليش بدي اجيب لعيب مستواه لا بأس به بيلعب بس لانه بيعرف حدا معين، وفضله عن شخص لعيب بيلعب بنعرف كتير انه عنا لعيبة نحن بتلعب برا باوروبا، حتى بدوريات كبرى بيلعبوا برا لبنانية. في كذا مرة واحد منهم كان شاب رفيقي، يعني مش رح اذكر اسمه، طلبت منه انه اذكر اسمه، رفض لانه الموضوع اللي صار معه وقتها بمنتخب لبنان كان محزن. كان يلعب برا، ما رح حدد وين، بس باسبانيا. انطلب انه يجي على منتخب لبنان واجا بوقتها. لسوء الحظ المباريات كلها بهاي البطولة اللي كان بدها تنلعب قعد فيها على البنش. لعيب تاني كان اخد محله ما بيستحق نهائيا يكون موجود بهالتشكيلة محله لهذا الشاب، لهذا الشخص. فيكم بالفريق ايه تما نكون ظالمين، بس منه بمستوى لهذا الشخص. لسوء الحظ هيدي مش بس بالفوتبول بلبنان، بنشوفها بكتير محلات، بس نحن هلأ ما فينا نحكي غير عن الفوتبول. خلينا نقدر نبني لبنان، منتخب لبنان يكون قادر ينافس، لأنه عنا القدرة، وعنا القدرة بشكل عالي كتير كبير. وأنا بعرف وأنا شايف لأن لعيبة كتير كبيرة عنا بلبنان خسرت محلها من ورا واسطة، أو خسرت محلها من ورا أنه ما بتلعب يمكن بفرق لبنانية. كتير أسباب، في قصص كمان
ما فينا نحكي عنها، بس لسوء الحظ هيدا الوضع عنا هون. محسوبيات، شخص بياخد محل شخص لأنه عنده واسطة غريبة جدا. واحد من الأشخاص اللي كنت حب كتير أحضرهم، اللي هو كان معي بالمدرسة، أكبر مني شوي، اللي هو هلأ حاليا بعتقد بطل عم بيلعب فوتبول إذا مش غلطاني، جاستن موسى. كان عنده موهبة رائعة جدا، بيلعب يمين بيلعب شمال، سريع، بنية جسدية رائعة. كنت كتير حب شوفه بمنتخب لبنان. لسوء الحظ ولا مرة شفت هيدا كان عندي مش القدرة، ما كان عندي هالاوبورتونيتي انه شوفه لجاستن بمنتخب لبنان. بنتمنى، مش برجع بقول لقدام، نشوف منتخب مركب مثل ما لازم يتركب، مع مدرب يكون عنده نظرة لقدام ويعرف مين ينقي كلاعيبة. مش تجي ورقة مكتوب عليها اسم اللعيبة بدك تنقي 1 2 3 22 لعيب نقيهم، ما فيك تنقي غيرهم. لنشوف، نتأمل 2030 نكون موجودين، إذا مش 2030 2034 ما عنا مشكلة، بس خلي يكون عنا مشاركة على القليلة واحد من المونديالات، لا نترك بصمة لنا بمونديال فوتبول. لنشوف شو معقول نعمل، وبنتمنى نقدر نكون موجودين بيوم من الأيام. وهيك بنكون وصلنا لآخر chapter 4. وهلأ رح نحكي أكتر عن competition offside race، كيف رح تصير، كيف رح تنعمل، مين الأشخاص اللي رح يكونوا عم بيتبارزوا مع بعض، وشو هي الجايزة بنهاية هيدي الكومبيتيشن. خليكم معي لنشوف بلان هيدي الكومبيتيشن كيف رح تتنفذ، وامتى بدايتها، وكيف فيكن تشتركوا بكومبيتيشن اوفسايد يا ريس. وهلا للنقطة الحاسمة، كيف فيكن تشتركوا بكومبيتيشن اوفسايد يا ريس. على انستغرام رح ينزل بوست قريبا فيه كل التفاصيل، كيف تسجلوا اساميكم، تعطونا كل الانفورميشن او كل التفاصيل عنكم اللي نحن عايزينها، بتقدموا لنا اياها، بيتسجل اسمكم وبينعطاكم الموافقة انه مزبوط انتو لحقتوا تتسجلوا بكومبيتيشن اوف سايد يا ريس. بينما كيف رح تصير هالكومبيتيشن رح تصير على طريقة مثل حيالله بطولة فوتبول. رح يكون في عنا مجموعات، يعني عنا مجموعة A B C D لنعتبر. بكل مجموعة رح يكون في 4 أشخاص عم بيلعبوا ضد بعض، كل واحد رح يلعب مرة ضد التاني، وأكيد أول 2 بيتأهلوا للدور يلي بعده. تبعيا كل مرة بنتقدم لقدام، في عنا شخص بفل وفي عنا شخص بيبقى، وبيضلوا مع بعض لنصير بالآخر عنا أول تاني، وحتى رح يكون في ثالث رابع. أما نسبة للألعاب أو المباريات، إذا بدنا نحكي بين الشخصين، وعلى فكرة فيك تكون بنت عم بتقدمي على competition of side يا ريس، فيك تكون صابع أكيد، ويمكن تساقبوا شاب وبنت ضد بعض، ويمكن شاب وشاب، ويمكن بنت وبنت. فبالنسبة لإلي أنا طريقة الأسئلة أو طريقة الجيمز رح يكونوا موجودين بهالكومبيتيشن هن جيمز أكيد رح يكونوا بتضمنين أسئلة للاعب بلاير نمبر 1 وبلاير نمبر 2. مين بيجاوب على أكتر عدد أسئلة بيطلع له نقط، هيدي وحدة من الجيمز. رح يكون في عنا حزار مين اللاعب، رح أنا أحكي عن لاعب معين، والشخصين رح يجاوبوا عن هيدا اللاعب، مين معقول يكون هيدا اللاعب. إذا حزروا بيطلع له النقط، وإذا لا ما بيطلع لهم. وفي عنا جيم تريفيا يلي هو رح ينسأل أكبر عدد أسئلة let's say 60 ثانية، يلي بيجاوب على أكتر عدد أسئلة بيربح نقط. كمان منحدد هيدي النقط بس تبلش هيدي الكومبيتيشن، واللي بيكون مجمع نقط أكتر بيطلع له 3 نقط. إذا في حال تعادلوا بالنقط
كل واحد بيطلع له نقطة بنقطة، والخسران بيطلع له 0 أكيد. فهيدي الكومبيتيشن رح تبلش ابتداء من تموز، منحدد أكتر بالبوست رح ينزل على انستغرام. الجوائز رح يكونوا مفاجأة كتير كبيرة بتشوفوها على انستغرام كمان. هيدي البوست رح تنزل قريبا. أنا بتشكركم كتير على متابعة أوفسايد رئيس لهيدي الحلقة لليوم. خليكن معي لجمعة الجاي ليكون عنا حلقتين مميزتين. مثل ما قلت سبق أو قلت حلقة الماضي كان مفروض الحلقة اليوم تكون وحدة من الحلقات اللي أنا كتير ناطر تتصير، بس لسوء الحظ تغير شوي بالسكادجول تبعولنا. غيرناها ل 4 جولاي أو 4 تموز اللي هو سبت الجاي. خليكم معي وتابعوا هيدي الحلقة. ما رح أقول مين رح يكون الضيف أو الضيفين اللي موجودين معي، واستثنائيا رح يكون عنا حلقة مع BSC أو مؤسسين BSC بيروت سبورتس كوميونيتي، لؤي وهادي. رح يكون نهار الثلاثة ورح تكون استثنائيا بملعب فوتبول عم تنعمل. خليكم معنا لتتابعوا هول الحلقتين، لأنه بعتقد رح يكونوا من أحلى الحلقتين يلي رح يكونوا بهالموسم من أوفسايد يا ريس. أنا توني، أوفسايد يا ريس.